السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة معانا. الحلقة النهاردة اسمحوا لي إن هي تكون خارج موضوع الكول سنتر لبعض الوقت. الحلقة النهاردة معانا عن قول لها شكرا. لما الواحد لو مننا بيجوز واحدة قليل أوي لما بيعملها إن هي حتة منه. معظمنا للأسف بيعملها إن هي حتة أساس في البيت، عفش يتشال يتحط وخلاص. ما بيعملش إن هي بني آدمة ليها إحساس وليها مشاعر زيها زيك. ويمكن هي عند ربنا طبعا احسن منك، والله اعلم، دي بتاعت ربنا. حاول على قد ما تقدر قول لها شكرا. لما تعمل لك حاجة اكلة حلوة، تجيب لك كوباية شاي، تغسل لك هدومك، تعمل اي حاجة ليك، قول لها شكرا. الكلمة دي بتفرق مع الست اوي. لما بتقدرها وتحسسها ان هي حتة منك، حتة بتكملك، بتقدرك اوي. قول لها شكرا. في واحدة كنت قريت بوست على الفيسبوك لواحدة بتقول ان هي كانت اجبرت ان هي تتجوز جوزها، اجبروها اهلها ان هي تتجوز عشان اتأخرت في الجواز وكده. ربنا يصلح حال بناتنا كلهم. البنت بتقولك انا كنت متضايقة منه وكنت بعامله بأسوأ معاملة، وهو كان كويس معايا وحنين وكل شيء، لحد لما اتغير الموضوع ان هو راح هو وهي عند امه. حضروا الغدا واتعشوا وكل حاجة، وهي بتغسل المواعين في البيت. فأمه بتقول أنا حاسة إن في مشاكل بينك وبين مراتك، وضح لي إيه اللي حصل والكلام ده. فهو قال لها لا يا ماما، أنا بحبها وهي مش مخلياني عايز حاجة، ومفرحاني وبصاني وكل حاجة، وبحبها وشاريها وكل حاجة. هي بتقولك أنا سمعت الكلام من هنا، رغم كل اللي بعمله فيهم معاملة وحشة وكل حاجة ومقصرة معاه، بس بعد اليوم ده كسفت من نفسي وبقيت محرجة جدا ازاي يتعاملوا بطريقة سيئة. كلمة حلوة. الست مش عايزة غير منها غير كلمة حلوة. بعد لما لما سمعت الكلمتين دول، معاملتها اتغيرت 360 درجة. بقت بتعامله بطريقة حلوة وتقابل معاه وتعمل له كل اللي نفسه فيه. دي حاجة. اعرف انا شخصيا واحد كان جارنا بدون ذكر اسماء. الشخص ده كان بيعامل مراته بطريقة سيئة عشان ربنا كان بيرزقها ببنات بنات بنات، جاب حوالي 4 أو 5 بنات. لما ربنا رزقه في الحمل الاخير او قبل الاخير بالظبط، جابت بنت برضو. البنت الخامسة كانت بنت، فنايمها في البلكونة في ليلة ما ولدت. دي مشكلة كبيرة. فالبني ادم اللي زي ده بدل ما يفهم ان هو السبب في الولادة، ولد او بنت منك انت مش من الست، كان بيعملها بأسوأ معاملة. تخيل ان واحدة تكون لسه والدة وينامها في البلكونة، مشكلة كبيرة. حاول قول لها شكرا. هي بتقدر الكلام ده. وفي نفس الوقت برضو البنات عندنا لازم برضو تراعي ان جوزها بيتعب وشيان. اي نعم، احنا في مجتمعاتنا العربية قليل قوي. يعني لما تلاقي واحد بيصرح بمشاعره لمراته، ده لأسباب كتير. في واحد مننا بيتكسف، واحد مننا ضغط الشغل والحياة والمشاغل اليومية بتاعتنا. برضو الستات برضو تعذرنا في النقطة دي. بس في نفس الوقت هم حقهم علينا نقول لهم شكرا. فقولوا لهم شكرا، وربنا يسعدكم دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.